في منحدر بإقليم الحوز، وجلالة الملك يعزي أسر الضحايا. وحوادث سير تتكاثر خصوصا في فصل الصيف مع موسم العطل وكثرة التنقلات على المحاور الطرقية. والجهات الأمنية الإسبانية والمغربية ترحل 81 مهاجرا سريا كانوا موجودين على جزيرة إسبانية قريبة من الحسيمة. والمغربي الأمين شنتوف يحرز الميدالية الذهبية ضمن الألعاب البارالمبية ويحطم الرقم القياسي العالمي لمسافة 5000 متر. والآن إلى التفاصيل. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم ضمن نشرة الظهيرة مباشرة من القناة الثانية. والبداية بحادثة سير مروعة راح ضحيتها اليوم 42 شخصا لقوا مصرعهم وجرح 24 آخرين في حادث انقلاب حافلة للركاب وسقوطها في منحدر على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين زاغورا ومراكش. روبورتاج عبد الصادق الراسلي وخالد بن قدور والتحرير لسمير البوحميدي. الحافلة سقطت من هذا العلو لتكون النتيجة ما يفوق 40 قتيل وعديد جرحى. تفاصيل الحادثة وحسب شهود عيان تقول بخروج حافلة الركاب القادمة من زاغورا إلى مراكش عن مسارها بالطريق الوطنية رقم 9 لتسقط في هذا المنحدر، معلنة عن حادث مأساوي آخر. جايين متابعين احنا شي 4 الكيران. السيد راه وصل تما زعما جايين مشهورين كامل جايين مشهورين. السيد الكار جاي تا خرج الكار تيبان لي الحاجه الطريق راه مكرسه وكاينه واحد الحفره تما فين هابط هو راه كاينه واحد الحفره في الكودرون، يا اما من الفران يا اما من الكليماير ديال الديريكسيون. فاش غيرجع الشيفور الكار بحال هكا ما لقاش ما يرجع، جا من الفوق من العرينه طاح لتحت، عباد الله تزلعوا الفوق. الحادثة وقعت على مستوى الجماعة القروية زرقتنا التابعة لقيادة توامة إقليم الحوز. سائق الحافلات في عين المكان قالوا بضعف البنية التحتية في هذه الطريق. الناس الكار جايب واحد السرعة اللي ماشي هو تيفرط والعيا عنده العيا تيجي دابا تيدوبل التراجي كيمشي وكيرجع. دابا الشيفور واحد ما كيقديش بالمشي والمجي. اللي سبب في الحادثه هو انه الشيفور عيان، ربما نعس ربما عنده شي شاب. اختلفت الأسباب بين التقنية منها وحالة بعض الطرق وكذا عدم احترام قانون السير، لكن هذه الحادثة بنتائجها المأساوية تقول بضرورة إيجاد حل استعجالي لوقف نزيف طرق لا زال يحصد أرواح ضحايا أبرياء. وقد بعث جلالة الملك محمد السادس رسائل تعزية إلى أسر ضحايا هذه الحادثة المؤلمة، كما قرر جلالته التكفل شخصيا بلوازم نقل ودفن جثامينهم ومآتم عزائهم وبعلاج المصابين. 21 مصابا في هذه الحادثة المأساوية تم نقلهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش، بينما جرى توجيه 3 آخرين إلى المستشفى الإقليمي بورزازات لتلقي العلاجات الضرورية. روبورتاج عبد اللطيف بن طالب. إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش نقل 29 جريحا، توفي 4 منهم، فيما تتسم إصابة 19 شخصا بالخطورة وحالة 6 آخرين مطمئنة. منها 19 حالة ولجت مباشرة العناية المركزة، و6 حالات متبقية فهي يعني حالتها يعني مطمئنة. من هذا المنبر هذا تنبغي نوصل لعائلة الضحايا لأن الأطقم الطبية والشبه الطبية كلها فهي مجندة. فيما استقبل قسم المستعجلات بمستشفى سيدي حسين بن ناصر بورزازات 4 جرحى، توفي أحدهم بينما إصابة الآخرين بالغة، من بينهم طفلة صغيرة.
من بينهم واحد الطفله اللي كتراوح السن ديالها ما بين عامين ونص و3 سنين، اللي جات عندها ضربه على مستوى الراس ديالها، زائد كسور في الحوض ديالها وفي الرجل ديالها. وزائد واحد السيد تا هو عنده كسر على مستوى الحوض وعلى مستوى الكتف. أثناء إجرائنا لاستجواب الطبيب بقسم مستعجلات ورزازات، إذا بحالات إصابة جديدة لحادث سير آخر على الطريق الوطنية بين سكورة وقلعة مجونة، خلف قتيلين و4 جرحى إثر اصطدام سيارتين. وكما ورد في الروبورتاج، حادثة سير أخرى على الطريق الرابطة بين مدينتي ورزازات وقلعة مجونة، لقي فيها شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون إثر تصادم بين سيارتين خفيفتين. ومتابعة لهذه الحوادث المفجعة، معنا اللحظة مباشرة من مراكش السيد عباس سعدي، المدير الإقليمي للتجهيز بجهة تنسيفت الحوز. بداية، لو تضعنا في صورة مختلف المعطيات المتعلقة بهذه الحادثة وهذه الحصيلة الثقيلة 42 قتيلا حتى الآن، وممكن أن ترتفع الحصيلة في أي لحظة. شكرا. القاعدة الحادثة وقعت على الساعة 1:30 هذا الصباح، وكانت حادثة مفجعة حيث أدت إلى 42 قتيل وحوالي 24 جريح. هذه الحادثة كانت خطيرة لأنها وقعت في نقطة كيلومترية 339.4، وسقطت الحافلة إلى النقطة الكيلومترية 338. السقوط كان على علو 200 أو 300 متر حوالي. هذه الحادثة كانت تسببت بهذا العدد الكبير من الجرحى والقتلى. كانت الأسباب وراءها السرعة المفرطة، العياء والتجاوز المعيب. هناك لجنة اللي باشرت البحث ديالها وغادي تدقق في الأسباب الحادث اللي نتكلموا في الصدد ديالو. نعم، معلوم أن المحاور الطرقية المؤدية إلى مراكش تشهد وقوع حوادث سير كثيرة، خصوصا خلال فترة الصيف. هل الأمر متعلق بالبنية التحتية لهذه الطرق، أو عدم احترام قانون السير، أو ماذا بالضبط؟ الأبحاث والدراسات بينات باللي أكثر من 70% من أسباب الحوادث راجعة للعنصر البشري، وهذا العنصر البشري خصو يلائم السرعة ديالو مع وعور الطريق وظروف الطريق. أثناء هذه الأعياد والعطل كيكثر السير على الطرقات، وتكثر عدد السيارات في الطرقات، وعدم احترام قانون السير، والعياء، عدم اخذ القسط الوافر من الراحه يؤدي الى حوادث. نعم هناك اسباب اخرى منها. نعم تفضل. أسباب أخرى منها احترام قانون السير والتجاوز في الأماكن المسموح بها. هذا الحادثة ديال الصباح نتجات عند تجاوز غير مسموح به مثلا، وملائمة السرعة مع الوعورة كما قلت، واحترام المقاعد والحمولات المسموح بها. نعم سيد عباس، أي عربة أي حافلة عندها قدرة لواحد الحمولة أو عدد الأشخاص ما خصناش نتجاوزوه. نعم سيد سعدي، أنتم كوزارة تجهيز يعني ما هي الإجراءات اللي يمكن اتخاذها للحد من حوادث السير، خصوصا في هذا المحور الطرقي المؤدي إلى مراكش، هذا الذي يشهد الكثير من حوادث السير؟ بالنسبة لوزارة التجهيز عندها برنامج إصلاح وتوسيع وتشوير
الطرقات. هاد الطريق الوطنيه اللي كانت فيها الحادثه كانت فيها من اول الطريق الى اخر الطريق. اللي بقى شويه توعيه الناس واحترام قانون السير، واحترام بعض القواعد مثل كما قلت الراحه، احترام الحموله والمقاعد، بصفه عامه تصحيح جميع السلوكات اللي لها علاقه بالسير على الطرقات. نعم، سيد عباس السعدي المدير الإقليمي لوزارة التجهيز بجهة الحوز، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. وما دام الحديث عن حوادث السير فهي تتكاثر خصوصا في